ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات رمضان. فيديو النهارده بقى يا معلم حاجه للسحور. ايه هي بقى؟ جبنه قريش. هتقول لي بقى ايه الجديد في الجبنه القريش دي؟ هقول لك ان في ناس ما بتحبش الجبنه القريش انها تبقى مثلا ساده، ما بتعرفش تاكلها لوحدها كده. فانا النهارده جايب لكم طريقه نخلي الجبنه القريش تبقى جبنه كريمي، في نفس الوقت طعمها يتغير وتبقى حلوه جدا، وفي نفس الوقت برضه هتبقى صحيه. فيلا بينا نشوف احنا هنعملها ازاي. اول حاجه معانا طبعا قالب الجبنه قريش، ده حوالي ربع كيلو. وعلى طبق الجبنه ده هننزل بالتوابل بتاعتنا: نص معلقه ملح، نص معلقه زعتر، نص معلقه بابريكا، نص معلقه ريحان، ونص معلقه كمون، وربع معلقه فلفل اسود. وانزل على الجبنه بتاعتك بالتوابل دي كلها. ودي حته جبنه شيدر كده، لو مش موجود عندك مش شرط، بس برضو دي بتدي طعم جامد. وانزل بقى يا معلم بده عليهم جامد قوي قوي قوي، احنا ما بنهدرش. وبالشوكه الجميله بتاعتك بقى وافضل اهرس كده شويه حلوين. انا بتعصب ليه على الطبق. نرفز عليك. طبعا انتوا لو عايزين تعملوها بهاند بلندر او بكب او بخلاط ينفع، بس الصراحه انا مكسل اقوم اجيبه ولسه هوسخ ولسه اغسل. طب وعلى ايه؟ اتعب ايدي شويه كده بالمعلقه وخلصت. بعد ما وصلنا للشكل ده والتوابل كلها دخلت مع بعض، هننزل عليهم بحوالي ربع كوبايه حليب، ونفضل بقى ايه نهرس فيها تاني. ما اللي رمانا على الغلب والمر، كان مالها الكبه تعملها في 10 ثواني. يا عم بقى بطل تنطر الحاجات دي بره. انا حاليا اتاكدت من حاجه. ان انت غبي. لا، امال ايه؟ ان انا اي حاجه ليها علاقه بالهرس وبالعجن وبالطحن لو عملتها من غير كبه او خلاط او العجان بفشل. يا اسطى اولا هي شكلها كريمي اصلا باينه من دلوقتي. جامد. وهنا بقى استاذ هبداوي قال لي منتج يا باولو، بس طلاق 3 ما هيحصل. هو المفروض ان ده كان لبن، بس لما خبط على وشه كده ودقت اكتشفت ان الباشمهندس كان حاطط صوبيا على الجبنه. انت متخيل معايا؟ وطبعا هو المفروض ان متوقع مني ان انا اغطي عليه، بس انا ما عنديش حاجه اسمها كده، لازم مصداقيه نمبر 1 عندي. بص، هو المفروض ما قالش اصلا في الفيديو ان هي صوبيا، بس هقول انا طلعت من الفيديو عشان اقول لك. طبعا احنا عدنا الفيديو وكملناه من الاول وكملنا ولا كأن حاجه حصلت، على اساس ان هو مش هيتكشف يعني، بس مفيش الكلام ده، ما عنديش. نكمل بقى الفيديو بتاعنا. ايش ده مش لبن. وده الشكل بعد حوالي 5 دقايق من الهرس فيها. وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه بالظبط. بص الشكل والقوام بقت كريمي كريمي يعني مفيش هزار. دلوقتي بقى بعد ما وصلنا للشكل ده هنضيف معلقه من زيت الزيتون، بس كده معلقه حلوه. تقول لي عرفت ازاي انها معلقه؟ اقول لك انا فادي سنس. اديها بقى تقليبه كده تانية. ودلوقتي بقى حان وقت الحقيقه، نشوف اذا كان طعمها جامد ولا اخدنا مقلب فيها وضيعنا ربع كيلو جبنه على الفاضي. فاحنا ندوق كده بس، يعني انا شايفك عايز تدوق معايا. يا ريت. طب خد معلقه ودوق عشان الصراحه مقلب. يا ايه ابني في ايه يا حبيبي؟ يا ابني هو انت طالع تجري بره ليه اصلا؟ انت جامده جدا. انت طلعت تجري على المطبخ ورجعت تاني ليه؟ جامده جدا. دوق دوق دوق. انا نجحت. يا انت رايح فين؟ مش اكله هي. هات ربع رغيف كده نغمس لنا حاجه، دي حاجه بتتاكل حاجه. يعني ايه يعني انا اكل وانت تاكل وانا ما اكلش؟ يعني انت احسن مني في ايه؟ يعني فعلا جامده قوي. اوصفها ازاي دي؟ دي بقى تتوصف ازاي؟ هقول لك انا. شفت كده لسعه الكمون اللي بتضرب في سقف بقك بس بتبقى حلوه كده، وفي نفس الوقت طعم الزبادي اللي بيكون في الجبنه القريش اصلا، وتحس ان هو قالب على قشطه مع شويه الحليب. هي دي بالظبط، هي دي مع شويه البهارات والتوابل اللي احنا حطيناهم دول، يعني اتحطت في حته تانيه خالص. الطبق ده بقى يا باشا على السحور، جنبه كده طبق فول متعبي بقى وسبايسي كده وبالزيت ومش عارف ايه، ومع رغيفين عيش، يبقى احلى سحور. يا نهار اسود. اقفل الفيديو وهات لنا يا ابني رغيفين عيش وطبق فول. يلا بينا يا ابو عمرو. يلا يا بقى في الفيديو. بس كده يا معلم، فيديو النهارده يكون خلص. فيديو لذيذ كده وقصير وجميل، بس يعني الحاجه اللي اتعملت فيه كانت جامده. زي ما انا ما بتعب عشانكم، انزل اعمل لايك وسبسكرايب حالا يا ولا. ايه ولا حالا يا ولا؟ ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده لو عندك هبده جديده، افتكاسه، تجربه فاشله وعايز تجربها بس خايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الانستا، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن برضو. وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي سيودوني اللي ورا الكاميرا عشان خاطرك انت. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.